أكبر خدعة بيعملها الخوف من الفشل هي إنه بيلبسك قناع المثالية أو البرفكشنزم. تلاقي الواحد بيقول أنا مش هبدأ قناة اليوتيوب بتاعتي غير أما أجيب أحسن إضاءة، أو مش هقدم على الشغلانة دي غير أما أخلص 10 كورسات. الحقيقة المرة يا ريس إن ده مش حب في الإتقان، ده خوف من جواك، خوف من إنك تتحط تحت الاختبار وتطلع مش قد كده. المتخصصين بيسموا ده إعاقة الذات. أنت بتحط عوائق قدام نفسك عشان لو فشلت يبقى عندك عذر جاهز، أصل الإمكانيات كانت ضعيفة، أو مثلا إن أنا ما كنتش هعرف أعمل الشغل ده لو ما خدتش ال10 كورسات دي. إحنا بنخاف من الفشل لأننا ربطنا قيمتنا كبشر بإنجازاتنا. لو فشلت في مشروع عقلك بيقولك أنت فاشل كإنسان، مش المشروع هو اللي فشل. الفجوة دي هي اللي بتخلينا نفضل واقفين مكاننا. المثالية هي سجن مدهون من بره بالذهب، بيخليك تفضل تخطط وتخطط لحد ما العمر يضيع منك وانت لسه ما بدأتش، وانت لسه مش حاسس.